عائلة غير سعودية مقيمة في الرياض تسكن في غرفة واحدة في سطح المنزل. ذهبت وزرت ووقفت على أحوال هذه العائلة، وهي امرأة كبيرة في السن بما يقارب 80 سنة مع حفيدتها عمرها بما يقارب 14 سنة. يسكنون في غرفة واحدة، لا يوجد إلا فراش واحد للبنت، الجدة تنام على الأرض. معاناة بالفعل ومأساة. طلبت منهم نشرب ماء، فأتوا بكوب ماء من حنفية دورة المياه. لا يوجد مطبخ، حنفية واحدة التي في دورة المياه في الغرفة نفسها. المطبخ هو الغرفة، غرفة النوم هي هذه الغرفة، الصالة هي تلك الغرفة. فكان معي صديق فاضل وكريم، فقال لي هذه الأسرة أين تريدون أن تسكنوا في الرياض؟ فأنا متكفل بالسكن. فطلبوا منطقة شعبية وتم استئجار لهم شقة 3 غرف دور أرضي، والرجل الفاضل أثثها بالكامل ودفع إيجار سنة. وبفضل الله سبحانه وتعالى تم نقل هذه الأسرة من تلك الغرفة التي في أعلى السطح إلى منزل أو شقة كاملة متكاملة من وإلى بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل فاعل الخير. تفقدوا الجيران، تفقدوا الأقارب، تفقدوا الأصدقاء.